فاجأت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف جمهورها بإعلان خطوبتها على انستجرام، ولكن بطريقة مش تقليدية. فنشرت سلمى صور ليها مع خطيبها وبإصبعها خاتم الخطوبة مصحوبة بأغنية زغروطة حلوة. وخطيبها اسمه إدريس عبد العزيز من خارج الوسط الفني وبيشتغل رجل أعمال. وهو كمان نشر فيديو هو بيطلب منها الجواز بطريقة رقيقة زي الأفلام الرومانسية، وعلق على الفيديو: مرحبا بك في عائلتي. وهي ردت عليه بكلمة زوجي مع رموز تعبيرية لخاتم الزواج. ونشرت سلمى أبو ضيف فيديو لحفلة بتحضره مع خطيبها في إسبانيا لرقصة الفلامينكو، وبيظهر في إيدها خاتم الخطوبة. وعلقت إنها بتحب رقصة الفلامينكو جدا، وسافرت إسبانيا لأول مرة في حياتها علشان تشوفها، وفي المرة التانية كانت خطوبتها. وأضافت: خطة ربنا دايما الأفضل. وسلمى أبو ضيف اتكلمت قبل كده عن مواصفات فتى أحلامها في أحد اللقاءات التلفزيونية، فقالت: أكتر صفة بحبها الكرم، مفيش بنت بتحب الراجل البخيل، وبرضه العصبي وغير المتفاهم أو المش طموح. وكل الصفات دي بتبقى باينة من بداية العلاقة وواخدين بالنا منها. علشان كده علق متابعيها على خبر الخطوبة وقالوا: واضح إن حلمها اتحقق. ما تنسوش الاشتراك علشان نتابع الجديد مع بعض.